إلى جميع الأخوة أفراد الجيش السوري الحر، وإلى الثوار، وإلى كل من ينضم إلى الجيش السوري الحر من المدنيين. هناك معلومات أود ذكرها الآن أغلب الضباط على علم بها، ولكنني أريد شرحها هنا كي يتم الاطلاع من جميع الأفراد والعناصر وصف الضباط ومقاتلين الجيش السوري الحر داخل دمشق، لأن الأغلب منهم لا يعرف هذه المعلومات المهمة والسرية. هنا هذه دمشق، هذه المدينة الرياضية، هذا استراد الفيحاء، هنا فرع الدوريات والمراقبة الشديدة وفرع التحقيق السياسي. عندما تمر، طبعا أبناء دمشق يعرفون هذا الشارع، يعرفون هذا الطريق. نأتي هنا عندما استراد الفيحاء نقوم بالالتفات إلى اليسار، يوجد هنا هيئة الإمداد والتموين، أمامها كان نادي الميرامار أو ديسكو الميرامار سابقا، وهو معروف في دمشق. سأقوم بالتكبير قليلا كي أوضح الأهمية لهذا الموقع. أرجو من جميع من يشاهد هذا الفيديو أن ينشره للضرورة القصوى. هنا هيئة الإمداد والتموين، وهي مسؤولة عن إدارة الخدمات الطبية وإدارة المركبات والمهمات وجميع محطات البنزين والديزل في الجيش تابعة لها، جميع المستشفيات تابعة لهيئة الإمداد والتموين. داخل هيئة الإمداد والتموين، هيئة الإمداد والتموين عبارة عن 5 طوابق، ويوجد 5 طوابق تحت الأرض، وتسمى ال5 طوابق تحت الأرض المقر الشتوي للقيادة، ويتم اللجوء إليها في حالات الحرب، ويقومون بقيادة العمليات العسكرية داخل سوريا من هذا المبنى، من هذا المقر. طبعا هذا المقر الشتوي، وأنا أركز على موضوع المقر الشتوي لأن هناك مقر صيفي. المقر هذا هنا المدخل، تدخل إذا الشخص الذي يقدم من هذا الطريق يشاهد هناك حرس شرطة عسكرية دائما يقطعون الطريق هنا لدخول الضباط إلى داخل مبنى هيئة الإمداد والتموين. وهنا يوجد درج، وعند الدخول من أول الدرج على المبنى على يسار المبنى تستطيع النزول إلى تحت، وهناك 5 طوابق تحت الأرض. من هيئة الإمداد والتموين، هذا مبنى هيئة الإمداد والتموين، يوجد هناك نفق مباشر من هيئة الإمداد والتموين إلى ساحة شمدين، وهنا سأكبر كي أقوم بالشرح. يوجد نفق مباشر بين هيئة الإمداد والتموين إلى ساحة شمدين، وهنا لكل أبناء دمشق منذ أكثر من 20 عام تلاحظون وقوف سيارة دورية للأمن، دورية مشتركة دائما على مدار الساعة بدون إيقاف أي شخص أو التحقق من هويات الأشخاص، ولكن هذه الدورية موجودة في هذا الدوار دائما. جميع أبناء ركن الدين أو الميسات أو مناطق دمشق في أي وقت من الأوقات عندما تمر من من هذا الدوار تجد هنا دورية مشتركة. لماذا؟ هنا في داخل الدوار يوجد بحرة، بداخل البحرة يوجد باب، هذا الباب هو باب للنفق الذي يوصل بين هذه الساحة وهيئة الإمداد والتموين، وقاموا بإنشائه من هنا من ساحة شمدين إلى هيئة الإمداد والتموين، وهو كمخرج سري للهروب في حالات تعرض الهيئة للقصف أو ما شابه ذلك. النفق الآخر، يوجد نفق بين هيئة الإمداد والتموين وفرع الفيحاء، هنا فرع الفيحاء نفق سري يوجد، هذا فرع الدوريات والمراقبة الشديدة، عبارة عن مجموعة من الأفرع. فرع التحقيق وفرع الأمن السياسي عبارة عن مجموعة من الأفرع، أي أن هناك نفقين من هيئة الإمداد والتموين من ساحة شمدين إلى هيئة الإمداد والتموين، ومن هيئة الإمداد والتموين إلى فرع الأمن السياسي. النقطة الأخرى والمهمة جدا هو المقر الصيفي لقيادة العمليات. طبعا قبل أن أنتقل للمقر الصيفي، المقر الشتوي والمقر الصيفي دائما الآن في هذه الأزمة يتواجد فيها الضباط من رتب عالية، لواء وعماد،
ويقومون بإدارة العمليات داخل سوريا، جميع العمليات في كل المحافظات. سأتوجه الآن إلى المقر الصيفي. المقر الصيفي يقع بجانب مشفى تشرين، وجميع من مر من مشفى تشرين يلاحظ أنك بعد أن تتجاوز مبنى مشفى تشرين على طريق الضاحية، هذا مشفى تشرين، هذه البوابة تتجاوزها تقريبا ب200 متر، يوجد حائط، هنا حائط، بعدها هناك المنطقة هي عبارة عن تلة مرتفعة قليلا، قد يصل ارتفاعها إلى 70 أو 80 متر أو 100 متر أحيانا، لست متأكد من الارتفاع بالضبط، ولكن الطريق هذا عندما تنظر إليه أنك لا تشاهد شيء، تشاهد الطريق. ليش؟ لأنه مرتفع. هنا المقر الصيفي لقيادة الجيش. أي عملية عسكرية أو عملية حربية يتم قيادتها من هذا المقر. ونلاحظ هنا عبارة عن طريق دائري فقط لا غير، وهذا الطريق لم يكن معبدا قبل 2 أو 3، لم يكن معبدا، كان طريق عادي ترابي تخرج منه السيارات بشكل بدون أن ينتبه له أحد. هذا هو المقر. سأقوم بتكبير الصورة قليلا كي تشاهدون. هذا هو المقر، وهو هنا عبارة عن باب مسطح على سطح الأرض. عندما تقوم بفتحه فإنه يوجد هناك درج تنزل إلى تحت، هناك 10 طوابق تحت الأرض، وقد تلاحظ هناك مرتفع مردوم. المناطق المجاورة بهذا المقر عبارة عن مستودعات أسلحة كبيرة هنا تحت الأرض، هذه كلها مستودعات أسلحة. إذا لاحظت هنا لا يوجد أي منشأة فوق الأرض، يوجد بعض الثكنات للحراسة، ويوجد طريق دائري فقط. الطريق الدائري هذا يمكنهم الخروج منه بشكل ترابي كي لا يثير الاشتباه والنزول إلى الطريق ضاحية الأسد من هنا. يعني يستطيع أن يخرج من هنا بشكل ترابي وينزل إلى طريق ضاحية الأسد بدون أن يثير الشبهات، أو أن يخرج من هذا الطريق وينزل هنا. إذا قمت بتكبير الصورة ستلاحظ دقائق الأمور. هذا المقر الصيفي جميع قادة الألوية وقادة الفرق تتواجد به، طبعا غير المكلفين بالذهاب مع قطاعهم، يتواجدون به لقيادة العمليات العسكرية. طبعا جميع أبناء دمشق يعرفون هذه الأماكن. طبعا لا أقصد أن المقر الصيفي لا، بس يعرف أن هناك طريق، هذا طريق الضاحية، وهذا مشفى تشرين، هذه بوابة مشفى تشرين. بعد الحائط مباشرة هنا حائط، بعد الحائط مباشرة هناك مفرق، نادرا ما تخرج منه السيارات وتدخل، ولا يوجد عليه حراسة، يوجد حراسة قبله بقليل هنا، وكل من يمر بهذا الطريق يظن أن هذه الحراسة هي لمشفى تشرين العسكري كي لا تثار هناك الشبهات. والمنطقة هذه منطقة كلها مستودعات أسلحة ومبنى للقيادة العامة. أرجو من جميع الأخوة نشر هذا الفيديو كي يتسنى للأخوة المقاتلين داخل دمشق من الانتباه على هذا الموقع ومحاولة السيطرة عليه، لأنه موقع حساس جدا. طبعا مربوط هذا الموقع بنفق مع مشفى تشرين للهروب، وبنفق آخر إلى هذه النقطة. سأقوم بالتكبير إلى هذا المبنى الصغير، يوجد نفق من تحت الأرض من المقر إلى هذا المبنى الصغير للهروب في حال ما تعرض المقر الصيفي للقصف أو لأي عمل عسكري آخر. أرجو من جميع الأخوة، قد لا تكون المعلومة مفيدة لك، قد تحس أنها يعني لا تفيدك بشيء، ولكنها تفيد الأخوة المقاتلون على الأرض. أرجوكم أرجو نشرها، أرجو نشر الفيديو للضرورة كي يتسنى لجميع الأخوة في دمشق أخذ العلم. طبعا الذي يعرف هذه المعلومة يعرفها، ولكننا نحاول توصيل هذه المعلومة للذين لا يعلمونها. شكرا لكم، والنصر لنا بإذن الله، مع تحيات فريق شبكة ساند سوريا الإخبارية.